اليوم غادي نعاود لكم على جوج قصص ديال واحد الكذاب جيراندو، هذاك اللي سرباي وستونداريست واحد الريستو ديال النعيمه وشريكها بكندا. المهم كل مره غنبقى نلوح لكم شي نويطه على هاد خونا اللي القصص ديالو كثيره ومتنوعه وفي شي اشكال، قصه تنسيك في قصه وقصه تضحكك في قصه. خرج البارح علينا غادي يخرجها على راسو، خرج قال لك بواحد الفيديو كيهضر على واحد 40 كتار ما 40 كتار في عين عوده وطير علينا النعاس. قلت نبارطاجي معكم هاد القصه وسمعوا معايا القصه رقم واحد. بغيت نقول لك واحد 40 كتار كاينه في عين عوده، كانت فيها واحد 7 الكتار تابعه للدومين وتابعه للمياه والغابات، يعني املاك الدوله. ولكن الله يخلف على ليلى الحنكوشي اللي كانت مسؤوله على املاك الدوله. كنتم مخططين ديروا لها الديروغاسيون دوزوها للعمران، ولكن فضحناكم في واحد الفيديو قبل وانتم تبدلوا المخطط. ما دخلت عليك بالله هذاك وجهك ولا قافاك. واش كاين شي واحد كيتصرف في شي حاجه ما تابعاش ليه وناري على كداب صاحبي؟ واش ما كتعرفش باللي املاك الدوله تابعين لوزاره الماليه؟ وليلى الحموشي راه ما عندها علاقه باملاك الدوله، هي 16 لان خدمتها هي كعامل داخليه، فهي مكلفه مواكبه تدبير مكاتب الصحه اللي هو كيتسموا لي بيرو ديجيين على المستوى الوطني، وعندها فقط المواكبه. اهمها ما كتخرجش على سلطه الوصايه، يعني العبيط السيده لا تتدخل في عمل مكاتب حفظ الصحه اللي تابعين للجماعات المحليه وكتخضع لتدبير وتسيير الهيئات المنتخبه. ايوا شفتي يا الكذاب؟ بالحق انت موالف تطلق علينا السلوكيه وما عندكش الوجه علاش تشم. ثانيا هذيك ديروغاسيون اللي كتهضر عليها هي البليد راه ما بقاتش، راه اصلا وزاره الداخليه وقفات العمل بالرخص الاستثنائيه والزمت الجميع باحترام وثائق التعمير. وشفتي يا الكذاب؟ وناري على كذاب. دابا ندوزو معاك القصه رقم جوج وتشوفوا معايا هذا الفيديو. فنهار كملتي القصر ديال 600 مليون جبتيهم معاك بالهليكوبتر، ونهار مات الوالد ديالك عاود كذلك جبتيهم معاك بالهليكوبتر. النهار فاش بدات البساط غير كتشاير اكوشي دروطه ودي تحيات. والبليد والحماري، واش عمرك شفتي كنازه فيها البساطه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. راه اهل القريه اللي هي مسقط راس المرحوم اللي كان فيها تقديم العزاء وكجميع المغاربه داروا كسكسو بحال ايها الناس. ايوا شفتي الكذاب؟ قال لك بساطه الفلعز، والله يجعلهم ياكلوهم في عزاك ان شاء الله، الله ينعل ما يحشم. ثانيا بلا حياه بلا حشمه كتهضر على هليكوبتر ما هليكوبتر. والغبي راه الهليكوبتر في ديك المنطقه الجبليه اللي كان فيها العزاء يمكن ليها فقط زعما تحلق في الاجواء، ولكن ما يمكنش ليها تهبط لان الظروف باش تهبط ما متوفراش. وقول لي دابا كيفاش يركبوا فيها الناس وينزلوا؟ واش بالذكاء الاصطناعي؟ طائرات الهليكوبتر اللي تمت مشاهدتها بالمنطقه هي يا اما تابعه للقوات المسلحه الملكيه او للدرك الملكي، وكانت المهام ديالها غالبا تقديم يد المساعده لسكان المنطقه المحاطين بثلوج. اما القجع وبوريطه راه مساكن ما كيلقاوش فاش يركبوا ملي كيطيروا من دوله لدوله. وملي انت كتلبس اسي المشاهير الساعه تعطي 250 مليون اللي جمعتيها من البور بوار ديالك كسربي باش تلبس الموظفين، كرهناش وانت كتقدا الحوايج للموظفين اتنقب لنا معاك على شي هليكوبتر واخا عامل الجوطيه يبقى بعدا القجع وبوريطه يلقاو باش يسافروا بها، راه ما كيلقاوش المركوب. اجي نقول لك ما تبرعش على اخوك بشي قميجه ولا شي تيشورت سيني وشي بارفان معاهم، راه خوك شحال هادي ما بحوايجو وريحتو كتعطعط.